السلام عليكم الفاميلة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. القضية ديال اليوم حقيقية 100%. هاد القصة عودتها ليا الجدة ديالي بحكم كانت كتسكن في نفس الدوار اللي وقعت فيه هاد الجريمة، واللي من بعد 3 سنين عاد تكشفات الحقيقة ديال هاد القضية. فالقصة غادي تسافر بنا نواحي سيدي قاسم، في واحد الدوار اللي كانت كتسكن فيه الجدة ديالي، وكذلك العائلة اللي غادي توقع فيها هاد الجريمة. فاش غادي نقولوا؟ الجهل والأمية وكذلك الطمع. فالطمع طاعون، وكيف ما كنقولوا قد ما كان الشخص عنده فكيبغي يزيد، راه البحر وكيبغي الزيادة. في دوار بنواحي سيدي قاسم جهة الغرب كانت كتكون واحد العائلة اللي متكونة من 4 ديال الخوت رجال، والأم والأب. الأخ الكبير كان سميتو محمد، والأخ الثاني كان سميتو عبد الإله، والأخ الثالث كان سميتو عبد اللطيف، والرابع كان سميتو العربي. احنا في هذه القصة كنهضروا على الأخ الصغير العربي. هاد الخوت كانوا كيخدموا كاملين في الفلاحه مع الاب ديالهم، كان عندهم الارض كانوا كيزرعوا فيها، وراكم عارفين المنطقه ديال الغرب فكيعتمدوا بزاف على الفلاحه، سواء الليمون سواء المهم جميع انواع الفلاحه كيعتمدوها في الجهه ديال الغرب، كيركزوا الاغلبيه على الفلاحه. فهاد الخوت هادو كانوا مجوجين، ولكن العربي كان مازال بلا زواج. وكيف ما كتعرفوا الجهه ديال الغرب او البوادي بصفه عامه، فالعائلات كيبقاو مجموعين، سواء الخوت او لا العمام. كتلقى حتى العمام باقين مجموعين في دار وحده، والعروسه الكبيره هي اللي كتحكم. ولكن هاد العائله هادي كانوا غير مع بعضيتهم، فكانوا مع الام ديالهم والاب ديالهم في نفس الدار، عاوله وحده. فالعربي كان باقي بلا زواج، ولكن غادي يقرر يتزوج. غادي يتعجب بواحد البنت من الدوار. غير هي هاد البنت ما كانتش في حالهم، العائله ديالها ما عندهمش، الاب ديالها كان كيخدم غير مع الناس في الفلاحه، والام ديالها مسكينه كتعاون غير العيالات اللي عندهم ديور كبار والفلاحه، وكتمشي تصبن معاهم، تكنس معاهم الكواره. مهم مساكن ما فحالهمش على قدهم. ولكن العربي بغى فاطمه وبغى يتزوج بها. العربي العائله ديالو ميسورين، قلت لكم عندهم الارض والفلاحه وناس يعني ميسورين. فالام ديالو ما بغاتش هاد فاطمه، كانت باغا ليه بنت تكون من عائله لاباس عليها. عيات الام ديالو ما تعيب ليه فاطمه، وكتقول له ما عندك ما دير بيها، وانا غادي نزوجك بلا لاها، وانا عندي البنت اللي غادي نزوجك ليها، وكنت حاطه عليها العين. فالعربي كيموت على فاطمه وما بغاش. الاب ديالو والخوت ديالو صافي قالوا للام ديالو صافي هو بغى البنت بينه وبينها، انت ما عندك فين تدخلي. هنا الام بقات بوحدها محايده، وتماك مشاو خطبوها ليه. الام تحطت حدا الامر الواقع، داروا العرس. جات عندهم فاطمه للدار. فاطمه هي العروسه الصغيره في هذوك العريسات، مسكينه كان عليها الضغط بزاف، العجوزه كتنقر عليها حيت ما كانتش حاملها، وعيالات الواسها حتى هما كانوا ضاغطين عليها وكيحملوها المسؤوليه ديال الشغال كامله، بحكم هما زعما قدم منها في ديك الدار، وبحال كيقولوا ليها انت باقا جديده وباقي فيك الجهد وحنا عيينا وما بقيناش قادين، هكا كانوا كيقولوا لها. ولكن في الاصل هما كانوا كيغيروا منها، كانت باقا شابه زوينه مهليه في راسها، عروسه جديده. فهاد الشيء كيوقع، والغيره بين العريسات راه كاين. وإلا تلاقاو عليك العروسات والعجوزه فشهد على روحك. المهم بقات هكاك الامور. من بعد عام فاطمه حملات وولدت الولد ديالها الاول وسماتو احمد. بقات كتربي في ديك الوليد وعايشه مسكينه صابره مع ديك العائله، ما عندها ما دير بحكم الظروف اللي كيعيشوها الوالدين ديالها. وعاوتاني الراجل ديالها مهلي فيها وكيطبطب عليها وكيواسيها، عارفهم يعني مقصحينها. فهي كانت مسكينه صابره على قبل ولدها وعلى قبل الزوج ديالها.
فاطمه من بعد عامين غادي تولد البنت ديالها الثانيه، وبقات هكاك صابره. فاطمه دوزت 5 سنين والعجوزه مازال حالفه، ومازال العجوزه ما منساتش باللي راها تزوجت ولدها بزز منا وما كانش باغا ديك الزواج. فالعربي ما بقاش خدام مع باه في الفلاحه، تفاهم مع باه، قال له با بارك اخوتي خدامين معاك في الفلاحه، انا كنلقى راسي في التجاره اكثر، باغي نبقى نبيع ونشري في السواق. وكما كتعرفوا راه بزاف ديال الناس ديال الغرب فكيعتمدوا على التجاره، كيمشيو يبيعوا. كاين اللي كيبيع ويشري في البهايم، كاين اللي كيبيع ويشري في العطريه. فالعربي دار واحد الطوموبيل وبدا كيعمرها بالسلعه بالعطريه وكيمشي للسواق يبيع ويشري. ما شاء الله ولا كيجمع الفلوس ولا كيجيب الحصيله مزيانه كل سوق، وكيجي محمل للدار كيتهلا في مرتو في وليداتو، دائما جايب بيجامه لمرتو جديده يجيب ليها السقاطه. وزاد الحقد والغيره ديال عيالات الواس على فاطمه بحكم الراجل ديما في السواق والمخيره كيلبسها ليها. وحتى الام ديالو كيبان ليها باللي العربي مهتم بمرتو اكثر منا. وكيف ما كنعرفوا حنا بعض العجوزات يعني شحال هادي كانوا كيبغيو هما يتحكموا في ولادهم وفي عريساتهم، فهاد الشيء كان مفروغ منه في العائلات. وهاد القصه سيدي راه وقعت في الثمانينات، يعني الجده ديالي حاضره على هاد الشيء بحكم كانت ساكنه قريبه على هاد الناس. وبزاف ديال الوقائع بحال هكا كيوقعوا في الدواور، ولكن ما كيتسلطش عليهم الضوء، لانه في الدوار ما راكم عارفين ماشي بحال المدينه وماشي بحال دابا، يعني السوشيال ميديا ولات يعني منتشره في كل شيء، سواء في الباديه او لا في المدينه. ففاطمه من بعد ما دازت 5 سنين، واحد النهار الراجل ديالها العربي مشى للقنيطره، كان كيعمر السلعه من القنيطره من الهريه الكبار تما باش كطيح عليه رخيصه ويربح فيها في الاسواق. مشى دوز يومين في القنيطره وكانت عنده واحد خالته تما، فيما كيمشي للقنيطره كيبات عند خالته كيعمر السلعه كيدوز يومين وكيرجع. دوز العربي يومين، النهار الثالث اللي كان صافي غادي يهز السلعه ديالو غادي يشد الطريق لسيدي قاسم، الام ديالو عيطت له مع الصباح قالت له ولدي راه المراه ديالك راه باتت ما صبحت، راه ما كايناش في الدار. قال لها كيفاش؟ العربي مسكين على بالو المراه ديالو يعني مضغوطه من عند الام، ربما نقرت عليها هزت راسها ومشات عند والديها. فعمر السلعه ديالو مشى لسيدي قاسم، مشى عند الام ديالها سولهم قال لهم واش فاطمه ما جاتش عندكم؟ قالوا له لا. بقاو كيقلبوا عليها في الدوار، حتى هو مشى عند الوالدين ديالو قال لهم شنو واقع، ياك لاباس، واش نتوما تخاصمتوا معاها، قلتوا ليها شي حاجه قلقتها؟ فقالوا لي حنا ما هضرنا معاها ما كلمناها، المراه الصباح مشيت نفيقها ما لقيتهاش. فبقاو 3 ايام هما كيقلبوا عليها. النهار الثالث الام ديالو عيطت له العربي قال لها نعم. قالت له ولدي انا راني عارفه شي حاجه على فاطمه، ولكن خافتك ما تيقنيش وما بغيتش نقولها لك لحقاش عارفك طايح على مرتك وغادي تكذبني انا وتسيقها هي، فكنت ساده فمي. قال لها قولي لا كنتي عارفه شي حاجه قوليها. قالت له ولدي فاطمه راه ما بقاتش كي كتعرف، راه غير حيت نتا كتضل نهار وما طال في السواق ومن سوق لسوق ما كتشوفاش بزاف وكتجي غير في الليل وبعض المرات كتغيب باليومين، فما كتلاحظش كيفاش فاطمه تبدلات. قال لا انا فاطمه باقا معايا هي كتعامل معايا مزيان، كتحترمني، كتقوم بالواجبات ديالها الزوجيه، فانا ما جاني فيها حتى شي حاجه مبدله. قالت له انا راني شكيت فيها لحقاش ملي كتمشي نتا للسوق هي كتخرج وكتقول لي غاديه عند الام ديالي، كل مره كتقول لي غاديه عند الام ديالي. قالت له انا شكيت فيها، واحد النهار تبعتها حتى وصلت لواحد الارض محروته بقصب السكر. قالت له تما كنشوف المراه دخلت وسط قصب السكر. قالت له فاش دخلت انا دخلت وراها وتما كنلقاها مع واحد الراجل كتهضر معاه، هذاك الراجل ولدي قالت له غريب ماشي من الدوار. قالت له السيد لابس الكاسكيطه ولابس الجاكيطه. قال لا واش شفتيه في وجهه مزيان؟ قالت له ولدي راني شفتو مزيان في وجهه. قالت له ولدي راه ولاد الدوار كلهم كنعرفوهم، هذاك راه ماشي من الدوار، راه خارج من الدوار والحاله ديالو نقيه كيجيني ولد المدينه. فهنا الراجل دخلت له الام ديالو الشك، سول عيالات خوتو قالوا له شوف
حنا ما عارفينش، ولكن فاطمه منين كتكون تغايب في السوق بصح راها كتخرج من الدار ما كتعمرش بزاف، دائما كتحجج بالام ديالها وكتخرج. فالراجل هنا تصدم، ومع ذلك بدا كيقلب على فاطمه وما خلاه حتى شي قنت. دوز 3 شهور ديال الايام هو كيتسنى فاطمه ترجع، ولكن العائله ديالها ما صدقوش نهائيا. مشاو عند رجال الدرك وعلموهم. رجال الدرك مشاو قلبوا تما، جاو عند العائله ديال الزوج، سولوهم، هضروا معاهم. تماك غادي يقولوا لهم باللي فاطمه راها مشات بالاراده ديالها، والام ديال الزوج غادي تخبرهم بداكشي اللي شافت عينيها، وبانها كانت مع شي شخص. فهنا رجال الدرك ما اهتموش بزاف، قالوا صافي السيده مشات بالاراده ديالها وهادشي العائله ديالها كتقولوا، فما عندنا حنا ما نديرو. وهنا صافي ما بقى حتى شي واحد كيسول فيها. الام ديالها القلب ديالها محروق، ولكن الزوج ديالها شويه بشويه بدا كيقتنع، ما طاحتش على بالو اشنو غادي يكون واقع لفاطمه من غير انها فعلا تكون هربت مع هذا الشخص هذا وتكون بدلاته. فمن بعد 3 شهور على الغياب ديال فاطمه، الام ديالو قالت له ولدي انت ما غاديش تبقاش عزري، المراه مشات بحالاتها، الله يعرضها السلامه، انت عندك بنتك وولدك، خاصك تعاود حياتك من جديد، وخاصك المراه اللي تكون بولادك وتكون بك. فهذيك الساعه ولده ما بغاش، قال لا انا صافي ما بقيتش باغي نتزوج هذا، ولكن الام ديالو وخوتو وعيالات خوتو غادي يبقاو كيهضروا معاه وغادي يبقاو كيزنوا عليه حتى غادي يقنعوه. الام ديالو كانت موجده العروسه، فالعروسه كانت موجدها من شحال هادي من قبل ما يتزوج بفاطمه. وهنا غادي يتزوجوا بنت خالته اللي في القنيطره، اللي كان فاش كيمشي كيبات عندهم وكيجلس عندهم حتى كيعمر السلعه ديالو وكيجي. هاد بنت ختها اللي في القنيطره كانوا لاباس عليهم، وكانت هي الوحيده عند الام ديالها، وكانت كاتبه ليها الظرف سميتها في القنيطره، وكانت كاتبه ليها واحد الحانوت. فالبنت ما شاء الله كانت وارثه وكانت كبرت وما تزوجات. فالخاله ديالها كانت بغات تكوش على الورث وتزوجها لولدها وديرها تحت يدها. فمن بعد غادي يتزوج، غادي تجلس معاه بنت خالته 3 سنين، وهاد بنت خالته صدقت ما كتولدش، عيات ما تجري في الطبيب باش تولد ما ولداتش، فبقات كتربي له ديك الوليدات. في واحد النهار غادي يمشي العربي وباه للدار ديالو من القديمه اللي كانت في الطرف ديال الفيرما اللي ساكنين فيها. كانت هذيك الدار عندهم قديمه غير بالطوب والقصدير في البدايات ديالهم. فهذيك الدار كانت ولات غير خربه وما بقاش ساكنين فيها، بحكم زاد الله في رزقهم وداروا دار كبيره بالسيمه تجمعات فيها العائله كامله، فيها البيوت بزاف، وحتى من الكواره الكوري ديال البقار ديال البهايم داروه حتى هو بالسيمه، ما بقاوش يعني كيربطوا في هذيك الدار القديمه. وهذيك الدار بقات غير مهجوره، ولكن كانت فيها واحد المطموره اللي كانوا كيحطوا فيها الزرع، غير هما ما كانوش بقاو كيحطوا فيها نهائيا. في هذاك النهار بوه ديال العربي قال له يلا معايا العربي، دخل لي المطموره اللي عندنا في الدار القديمه، بغيت نخملها ونقادها ونقيها ونبداو عاوتاني نحطوا فيها الزرع من جديد. ربما كان جاهم محصول كبير اولا كانوا بغاو يحميو الزرع في المطموره، فكما كتعرفوا المطموره كتحمي الزرع، والاغلبيه ديال الناس في البوادي ولا في الغرب كانوا كيديروهم في الديور ديالهم. فالعربي بحكم هو الصغير والاب ديالو كبير في العمر ما غاديش يقدر يدخل للمطموره، فالمطموره كتكون غارقه وخاص اللي يقدر يدخل ليها. فالعربي دخل المطموره، دخل معاه واحد اللامبه كيضوي بها. من بعد ما دخل المطموره بواحد اللامبه كيضوي بها باش ينقيها، هنا العربي كيتفاجأ وكيتصدم في نفس الوقت. غادي يلقى العظومه والجمجمه ديال الانسان والحوايج ديال المراه ديالو فاطمه اللي دازت على الغياب ديالها 3 سنين، فاطمه اللي كان كيظن هربات عليه ومشات مع العشيق ديالها، فاطمه اللي قالت ليه مو اولدي راها كتخونك وغدراتك وما تبقاش تسناها، راها ما غاديش ترجع. ولكن في الاصل الام ديالو لاحت فاطمه في المطموره من بعد ما قتلاتها، تما غادي تصدم
وغادي يطلع الحوايج في يدو، غادي يطلع كيغوت وغادي يقول نباه راه العظومه والحوايج ديال فاطمه في المطموره. وتماك العربي غادي يعرف باللي فاطمه راها ما هربتش مع صاحبها، فاطمه راها تقتلات وتلاحت في المطموره. فهنا غادي يرجع عند الام ديالو وسيادي اللي غادي تكون تشلات بجلطه دماغيه، غادي تكون تشلات ورقد عليها النص ديالها واللسان ديالها تقال والعين ديالها طاحت. فهاد السيده، هاد العجوزه اللي كانت متسلطه ودارت هاد الجريمه هادي، غادي تكون مشله في هذاك الوقت اللي غادي يعرف باللي فاطمه راها تقتلات. فغادي يرجع عند الوالده ديالو، غادي يبدا كيحاول يفهم منا، كيفهم من عيالات خوتو. فعيالات خوتو ما كانوا عارفين حتى شي حاجه. الوالده ديالو تما غادي تبقى كتبكي وهي لسانها اصلا ثقيل، وتما بقات كتعاود له كتقول له انا السبب. عاودت ليه قال واش انت بوحدك اللي درتي هاد الجريمه؟ واخا كانت شلات واللسان ديالها ثقيل في النطق، ولكن غادي تعترف ليه بكل شيء. وقتلو هذا هو الذنب اللي عشت معاه هاد المده ديال 3 سنين، واللي بسبابه طلع لي الطونسيو والتجلط لحقاش ندمت، ولكن ما قدرتش نقول حتى شي حاجه لانه صعيبه باش نقول لك هاد الشيء. قتلو انا اللي قتلت فاطمه، ما قتلها حتى شي واحد، وفاطمه كانت شريفه عفيفه، وانا هي اللي حيدتها من طريقك باش نزوجك بنت اختي. فغادي يقول ليها واش هاد الجريمه درتيها بوحدك ولا داروها معاك عيالات خوتي اولا شي واحد؟ فغادي تقول له هاد الجريمه درتها بوحدي، ولكن كانت اختي فراسها، فاختها فراسها هاد الجريمه وتسترت عليها باش تزوج ليه بنتها. فقاتلو فاش مشيتي للقنيطره انا عيطت على اختي وقلت لها الهي العربي خليه واحد اليومين تما حتى انا نصفيها لفاطمه. قلت له فاش مشيتي تعمر السلعه وبقيتي مع خالتك ديك اليومين، فهداك الصباح اللي انا عيطت لك هذاك الصباح بالضبط اللي كنت انا صفيتها لفاطمه. قلت له نط مع 4 ديال الصباح ودقيت على فاطمه وقلت لها يلاه معايا للدار القديمه، راه شيخك بغا يستعمل المطموره من جديد، غادي نشطبوها ونقيوها وانتي باقا صغيره تقدري تدخلي وتقدري تنقيها باش نحطو فيها الزرع. فالمطموره ما كانوش كيحطوا فيها، ولكن هذه هي الفكره اللي جاتها. فعريساتها كانوا مازالين مع 4 الصباح ناعسين، وكما كنعرفوا كاملين فالناس ديال الباديه والناس اللي كتكون عندهم الفلاحه فكينوضوا مبكرين بزاف يقضيو الشغالات. ففيقتها وفاطمه مسكينه رضخت الامر ديال عدوزتها قبل ما تديها للدار القديمه تشطب هذيك المطموره. كانت عدوزتها يلا حلبت البقره وعطاتها واحد الكاس ديال الحليب من البقره اللي عندها باقي سخون، يعني باقي سخون يلا خارج من البقره. قالت لها كشربي هاد الكاس ديال الحليب، راه حسن ما تمشي تشطبي وتنقي وكرشك فارغه غادي يضرك راسك. ففاطمه فرحات بداك الكاس بحكم العجوزه ديالها ما كانش كتهتم بها وعمرها ما عطاتها شي حاجه اولا حاشته ليها، وديك المره جاتها زعما راه عجوزتها اهتمت بها وعطاتها الكاس ديال الحليب. فشربت هذاك الكاس ديال الحليب ومشات معاها. قبل فاطمه ما توصل للدار هي ما كانتش بعيده بزاف على الدار الجديده، فهي كانت في نفس الفيرما. كرشه بدات كضرها وقالت لعجوزتها راه كرشي بقات كضرني. عجوزتها قالت لها هذيك الساعه راه هذا غير الحليب بارد وضرك في كرشك، كان خاصنا نسخنوه شويه، فشويه وغادي يفوتك الحال. فاطمه زادت معاها، وصلوا دخلت فاطمه باللامبه ديالها، دخلت المطموره، دخلت الشطابه، وبدات فاطمه كتعصر بكرشها وكتغوت. ففاطمه تماك بدات طاحت وبدات كتغوت وبدات كتعصر، وتماك العجوزه ديالها سمحت فيها وجات بحالها للدار، والسيده كانت عطاتها الكينه ديال الفار. ففاطمه تما بقات كتوجع في ديك المطموره حتى السم قتلها ببطء. فالسم قتلها على خاطرو، وتماك فاطمه دودات وخنازت وراحت وتحلات الجثه ديالها وحتى واحد ما جاب خبرها، والناس
على بالهم باللي فاطمه مسكينه هربت مع صاحبها. العائله ديال فاطمه غادي يسيقوا الخبار الام ديالها والاب ديالها، وهنا غادي يمشيو عند جندارم غادي ديكلاريو، وهنا داو الجثه وحلوها ولقاو باللي فعلا الجثه ديال فاطمه، وهي مسكينه اللي ولات رميم ولات غير عظومه. فهنا غادي يديو العجوزه للتحقيق، واخا هي ما كانت مستحمله، السيده كانت مشله واللسان ديالها ثقيل عليها وكانت بصعوبه باش كتجاوب. فمن بعد التحقيق هاد العجوزه هادي قبل ما توصل للمحاكمه غادي تدخل في كوما وغادي تغيب، غادي تدوز 15 يوم وهي في الانعاش وغادي توفى. وهنا فاطمه مشات ضحيه ديال عجوزتها. وهنا العربي مسكين من بعد ما تصدم هاد الصدمه من الام ديالو من خالته من الزوجه ديالو، ف دفن العظومه ديال مرته مسكينه وترحم عليها وتسامح معها وندم ندم شديد على اشتياق الام ديالو والناس اللي دايرين به. فمشى مباشره طلق بنت خالته بالثلاث، وهي اصلا فاش تزوج بها ما كانتش كتهتم بالام ديالو، وجابتها عندها للدار بدلتها بفاطمه، ولكن فاطمه كانت كتعتني بها اكثر منها وكانت كتحترمها اكثر. فندمت ندم شديد على هاد بنت ختها اللي زوجاتها لولدها، واللي فاش تجلطات ما قابلتهاش نهائيا وما كانش كتقرب ليها ولا تبدل ليها وهي في الفراش. فهذاك الندم كان سبب الجلطه ديالها، وكما كيقول المثل البكاء ورا الميت خساره. فذنوب فاطمه تقلات بهم الى يوم الحساب والعقاب، غادي تحاسب على هاد الجريمه اللي دارت. فهنا العربي مسكين وكل امر الله بدا كيربي وليداته. فالطماع كيقضي عليه الكذاب، وكما كيقولوا الطماع طاعون. فلا هي بمرت ولدها، لا هي بورث ديال ختها، لا هي بصحتها. فالعقاب ديالها كان عسير في الدنيا قبل الآخرة. فكانت هذه هي القصة ديال فاطمة والعربي اللي كانوا ضحية ديال مؤامرة ديال العجوزة وختها. فهاد الشيء كيوقع بزاف في البوادي، ولكن ما كيتسلطش عليهم الضوء. غير هادوك الناس اللي كيكونوا عاشوا هاد القصص او لا كانوا مجاورين للناس اللي كيوقع لهم هاد الشيء، فكيبداو يعاودوهم كيف ما عاودتها لي انا الجده ديالي. يقولوا الروح عزيزه عند الله وشحال ما بقات مخبيه، فالله سبحانه وتعالى كيكشف الحقيقه باش كل واحد كياخذ العقاب ديالو. هذه هي القصة ديال فاطمة والعربي. الله ينجينا ونجيكم من شر الخلق. نتلاقاو في قصة جديدة فيديو جديد، مع السلامة.